يا احمد، كنت فين كده؟ مش باين من الصبح. كنت بشتري خروف عشان العيد يا ماما. كل سنة وحضرتك طيبة. بلاش هزار وقول لي كنت فين بجد. مش بهزر يا ماما، والله كنت بشتري خروف عشان العيد. وجبت فلوس الخروف منين يا حبيب ماما؟ طلعنا الفلوس اللي محوشينها انا وليلي وجمعناهم على بعض واشتريت بيهم الخروف. قول والله العظيم. وانا هكدب عليكي ليه يا ماما؟ بسم الله ما شاء الله، ابني اشترى خروف عشان العيد. برافو عليك يا حبيب مامي، ربنا يبارك فيك ويحفظك. وسبته فين بقى الخروف ده على كده يا مودي؟ اكيد عند الحارس تحت، صح؟ وهسيبه ليه عند الحارس يا ماما؟ ده انا كنت. مش مهم. المهم ان احنا هنذبح في العيد وهنشوي بقى ونعمل طواجن وايه. وغالي بقى على كده الخروف ده يا مودي؟ ايوه يا مامي، غالي جدا الصراحة. ده خلص على كل الفلوس اللي معايا. هو كان بحوالي. مش مهم. طبعا لازم يكون غالي. شوف كيلو اللحمة بكام دلوقتي، ما بالك ده ضاني بقى. جميل قوي الخروف اللي انت جبته يا احمد، كيوت قوي ولذيذ. انت شفتيه فين يا ليلي؟ ما هو احمد حطه في اوضته يا ماما. في اوضته ازاي يعني؟ تعالوا كده ورينا الخروف اللي انتوا جبتوه ده. حد يحط خروف في اوضه النوم برضو يا احمد؟ هو ده الخروف اللي انت جبته علشان العيد؟ ايوه يا مامي، في ايه؟ هو انت كنت فاكراه خروف حقيقي؟ لا، كنت فاكراه دبدوب. ده انا هفضل انفخ فيكوا لحد العيد الجاي.